الذي حصل يعني بصورة عفوية من اللاعب بسبب هذه اللقطة وظهور أحد لاعبي منتخبنا الوطني للناشئين بعد التتويج ببطولة غرب آسيا مع المدرب أو مساعد المدرب علي النونو، حيث أظهرت اللقطات التي ترونها أمامكم بأن اللاعب لم يحترم مساعد مدرب منتخبنا الوطني علي النونو. يذكر بأنه تم تداول هذا المقطع في نطاق واسع، حيث عبر الكثيرين عن غضبهم الشديد من تصرفات اللاعب مع مساعد المدرب وأسطورة المنتخبات اليمنية علي النونو، حيث عبروا عن غضبهم وعدم رضاهم عن تصرف اللاعب الكابتن علي النونو. وبعد يومين فقط من انتشار هذا المقطع قام بنشر مقطع فيديو عبر صفحته بتطبيق الفيسبوك بأن اللقطة أتت في لحظة فرح ولا تستحق كل هذه الزوبعة. أترككم مع المقطع كامل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا هذا الكأس للأسف الشديد شفت في السوشيال ميديا المقطع الذي حصل يعني بصورة عفوية من اللاعب ومني، في حالة فرح، في حالة طبعا احتفال بالكاس. فاللي يعني أولها واللي حرف الموضوع وقال للأسف الشديد نحن نتناول الأشياء السلبية بشكل خاطئ جدا، لا أعرف لماذا. لكن يعني للتوضيح، يعني أمور حصلت في مباراة وكلنا منفعلين بالفرح ومحتفلين بالكاس وبالبطولة، وأيضا يعني ما فيش حصل أي شيء. يعني الموضوع أنه كنت يعني بوجه اللاعبين كلهم على أساس أنه يتم الاحتفال في المنصة فقط، ليس إلا. أما ما دار وما حصل أنه اللاعب تجرأ أو لا الأمور هذه احنا لن نسمح بها، ولاعبين كلهم مؤدبين ومحترمين ويقدروا الكبير، وأيضا ما فيش أي شيء. يعني فرجاء يعني لما نتناول الموضوع نتناوله يعني بنية صافية، بنية حسنة. يعني لا تخلوناش كلنا دائما نتجه نحو ما هو سيء للأسف الشديد، لأن الإنسان السيء لا يبحث إلا على الشيء السيء. وتحياتي لكم وألف مبروك بالبطولة وبهذا المنتخب إن شاء الله الذي سيكون له مستقبل جدا رائع ما اهتم به الكابتن علي النونو. شكرا. في نهاية المقطع أدعوكم لترك آراءكم أسفل بالتعليقات حول الموضوع وردة فعل اللاعب وكذلك تصرف نجم المنتخب علي النونو. في نهاية المقطع اشتراك بالقناة، تفعيل زر الإشعارات كي يصلكم كل جديد.